السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض بقى وصفة تحفة جدا جدا. يعني بصي، سواء سفرة طبلية ترابيزة، ما تخلاش منها في شهر رمضان وغير شهر رمضان ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الوصفة يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة كده انا جايبة باذنجان، الكمية مش محددة، تمام. ومعايا بصل، وحوالي كده قرنين فلفل وقرن شطة وراس توم، تمام. الكلام ده كله هاخده وهشويه في الفرن. طبعا عايزة تحطيه في صاجة الفرن على طول حطيه، مفيش أي مشكلة، لكن أنا حابة إن أنا كده أغلفه بفويل، بس بديله دهنة كده من الزيت الأول علشان الحاجة ما تلزقش معايا في الفويل، تمام. وهشويه في الفرن، لازم تشويه لحد ما يستوي معاكي تماما كده. هغلف بقى كل حاجة كده لوحدها، وبتشغلي الفرن لحد ما كل الكلام الجميل ده يستوي. بعد ما يستوي هنشوف هنعمل فيه ايه. طبعا دي سلطة بتنجان او سلطة نشويات، تختلف جدا عن البابا غنوج والحاجات دي. فدي وصفة ودي وصفة تانية خالص، لكن الوصفة دي هتقدري انتي تشكلي منها وتعملي منها اي حاجة. بعد ما الكلام الجميل ده كله اتشوى وبرد معايا، ابتديت بقى ان انا افكه بالشكل ده. واي حاجة بقى هتقشري القشرة اللي عليها، يعني الفلفل هنقشر القشرة اللي عليها كده من بره، علشان كل حاجة كده تبقى ناعمة معانا وجوسي كده في الاخر. عايزة اقولك وانا شغالة كده بقى ان السلطة دي بتحطيها كده في علبة تلاجة نظيفة، يعني لو هتعملي منها كمية تحطيها في علبة تلاجة نظيفة، وعلى وشها شوية زيت حلوين كده، وبتدخليها التلاجة جنب اي اكل، جنب مشويات، جنب فول وطعميه، جنب اي حاجه. بتبداي ان انت تطلعي شويه تبهريهم وتحطيهم جنب الاكل. حابه ان انت تحطي عليهم ساعتها بقى توم فريش تحطي، حابه تحطي زبادي، إيه، تظبطي التوابل بتاعتك. المهم ان كل طبق هتطلعيه هتعمليه بطريقه مختلفه، وهيبقى حلو معاكي كمان لو حابة ان انتي تاكليه زي ما هو كده. بالنسبة للناس اللي هي ما بتحبش الزيوت في الاكل والحاجات دي، تمام، هيبقى كله كده مشوي في مشوي، وحاجة ما شاء الله تحفة جدا. خلاص قشرنا كل حاجة، قشرنا البتنجان، هنبدأ بقى ان احنا نحط الكلام الجميل ده كله في الكبة، وهنبدأ ان احنا نحط عليه ايه. انا هنا ما حطيتش حاجات كتير، تمام، لان كل طبق كنت بطلعه كنت بظبطه. حطيت نص حزمة من البقدونس، وحطيت شوية من الطحينة وشوية من الزيت، وبعد كده حطيت ملح وكزبرة وكمون. ما حطيتش اكتر من كده، تمام. هنغطي عليها وهنضربها كويس قوي. قدامك اختيارين بقى وانتي بتضربيها، حابة الحاجة طرية معاكي، يعني الحاجة اللي احنا شويناها دي تبقى ناعمة خالص كده، بتبدأي ان انتي تضربيها كويس قوي. حباها نص او خشنة شوية، خلاص تمام وزي الفل. وهنا لو عندك حمص مسلوق وبتحبي طعم الحمص في سلطة البتنجان، ممكن تسلقي شوية كده وتضربيهم مع الكلام ده كله. كانت معانا بالجمال والحلاوة دي. عايزة أقولك تحفة تحفة تحفة، هتجربيها إن شاء الله بإذن الله هتعجبك، وحاجة سهلة وبسيطة كده وتنفعك طول شهر رمضان بإذن الله. اعملي منها كمية وحطها في التلاجة، ما تقلقيش ولا تخافي، مش هيجرالها أي حاجة ولا هيتغير لونها كمان. بس أهم حاجة إن احنا نحط على وشها شوية زيت قبل ما تخش التلاجة، وتكون متغطية كويس أوي، دي أهم حاجة في الموضوع. أنا هنا بقى قدمت الطبق معاكم، هبدأ بقى كده إن أنا أعمل له شوية حركات. نحط له شوية كده من الزيت، وهنحط له شوية خضرة كده في النص تكسر اللون، وبعد كده هكسر برضو اللون بتاعه بشوية كده من حب الرمان. لو عجبك بقى الوصفة بتاعت النهاردة ما تنسيش اللايك، ولو أول مرة بتشوفي القناة بتاعتي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وإن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض حاجات كده، أطباق سهلة وسريعة كده تنفع في أي عزومة، تنفع في شهر رمضان إن شاء الله وغير رمضان بإذن الله. حاجة كده في منتهى الجمال، جربيها وعلى ضمانتي وبألف هنا وشفا مقدما إن شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. وبكده أكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.